اتحجبت 3 مرات وما كانتش بتصلي ومقضياها في أماكن السهر، وشايفة جرأة اللبس حرية مادام ما بتضرش حد حواليها، فإيه المانع تلبس اللي يعجبها وتعمل اللي يعجبها. وكانت مرعوبة من الحجاب، والرسول عليه الصلاة والسلام جالها في المنام وشعره طويل وقال لها رسالة محدش يتوقعها. الكلام هنا المرة دي عن أسماء شريف منير وحكايتها مع التدين. يا ترى إيه خلاها تصلي وتقرأ القرآن؟ وليه كانت مرعوبة من الحجاب؟ إيه موقف جوزها من حجابها؟ تعالوا أقول لكم التفاصيل كلها في الفيديو ده، بس خليكم متابعين للآخر. أسماء شريف منير حكايتها مع الحجاب والتدين حكاية ولا في الخيال، يمكن تكون أغرب من حكاية الفنانة حلا شيحة نفسها. أصل أسماء كانت مقضية حياتها عادي جدا، وبتروح أماكن سهر كتير وعايشة حياتها بالطول والعرض، وبتقول كنت بغلط غلطات كتيرة، بس ما كانتش بتصلي ولا الصلاة بتيجي على بالها خالص غير كل فين وفين لما ممكن تصلي أو تقرأ آية قرآنية، لحد ما حصل اللي حصل مع إخواتنا. وهنا حست إنها لازم تفوق وترجع لربنا وتنتظم في الصلاة علشان ما ترحلش وروحها تطلع وهي مزعلة ربنا منها وما بتصليش. ودخلت تحدي مع نفسها إنها لازم تنتظم في الصلاة وما تفوتش ولا فرض عليها مهما حصل. أسماء نجحت في التحدي لمدة 15 يوم، كانت بتصلي الصلاة كلها في موعدها وما بتفوتش فرض، وطلعت ونصحت الناس كلها تعمل زيها وتتعظ من اللي بيحصل مع إخواتنا، ولأن ده فيه رسالة بتقولك قرب من ربنا، أنت مش عارف هتعيش قد إيه أو هترحل إمتى. ورغم انتظامها في الصلاة وقراءة القرآن، بس كانت بتلبس لبس جريء حبتين تلاتة وما غيرتش أي حاجة في الستايل بتاعها اللي كان طول عمره جريء، وده لأنها شايفة إن جرأة اللبس حرية، ومادام ما بتضرش حد يبقى محدش ليه عندها حاجة، وتلبس اللي يعجبها وكمان تعمل اللي يعجبها. الصدمة الأكبر إنها كمان حلقت شعرها زيرو، وده حرام لأنه تشبه بالرجال، وديننا نهى عن حلاقة الست اللي شعرها زيرو، بس طلعت وقالت إنها يا حرام كانت بتعاني من حالة نفسية وحشة وما حستش بنفسها غير بعد ما شالت شعرها خالص، وحست بعدها إنها مرتاحة أكتر واكتشفت حاجة جديدة في نفسها. وفي الوقت ده عملت قلبان والكل هاجمها، بس ما رضتش عليهم وقالت أنا مرتاحة كده. المفاجأة بقى إنها بعد اللي عملته ده طلعت وقالت أنا شفت الرسول في المنام من ظهره وكان شعره طويل وأبيض وقال لي جملة واحدة بس، حوض الكوثر. وقتها كان عندي 16 سنة، وبعدها صحيت وقررت أتحجب، وللأسف ما استمرتش كتير وخلعت الحجاب، ورجعت بعد فترة لبست الحجاب تاني، وبرضه حصل اللي حصل في المرة اللي قبلها. خلاص على كده؟ لا، دي لبسته بعد كام سنة وبرضه خلعته. ومن بعد ال3 مرات دول وهي مرعوبة من الحجاب، بتقول نفسي أرجع أتحجب تاني، بس خايفة قوي من الخطوة دي ومترددة علشان ما البسهوش زي المرات اللي فاتت وارجع أضعف واخلعه من جديد. وهو من كام ساعة فاجأت الجمهور وأعلنت ارتدائها الحجاب، وقالت الحمد لله ما كانش عندي غير طرحة واحدة وطقم يليق على الحجاب وبس، لكن خدت الخطوة دي من جوايا، وده قرار من القلب وعهد بيني وبين ربنا وراحة ما تتوصفش. أما بقى موقف جوزها بعد الحجاب فهو فرح جدا ودعمها في الخطوة دي، وقال لها شكلك حلو قوي بيه وكملي، وده كان باين من الفرحة اللي مرسومة على وشه وهو متصور معاها. وبرده ده كان نفس موقف أبوها الفنان شريف منير، فرح بيها جدا ودعا لها ربنا يثبتها. نيجي للسؤال المهم، هل هتستمر أسماء شريف منير في ارتداء الحجاب ولا هتضعف زي كل مرة؟